سلام. طولت ما عملت لكم فيديو والشكل اتغير صح شوية كده. كيفكم؟ اخباركم طيبين؟ قلت احكي لكم عن القصة اللي صارت معاي. طبعا انتم مستنين ومنتظرين القصص بتاعتي بتحبوها اعرفكم. طيب مضمون الوضع، رحت مطعم من المطاعم. تمام، انا بعرف اللهجة واللغة. والله يا جماعة سبحان الله، والله الجملة دي ما غلط. قال لك من عرف لغة قوم أمن مكرهم. أنا قاعد أعمل فيها كأني ما عارف اللغة. تمام، جاء واحد داخل المطعم سأل، قال لهم أكل، دفع ومشى. دفع كم؟ دفع 10 درهم، 11 درهم. قسم بالله أنا قاعد في نفس سألت الشخص قلت له الأكل ده بكم؟ سعره كم؟ هو دفع 11 وفات، وكان بيحكي بنفس اللغة. لما سألته قلت له بكم؟ قال لي ب 16. تخيل، نفس الوجبة بكم؟ 16. علشان لهجة غير، علشان انت غير، انت بتضاف لك 5 درهم عشان لهجة غير، علشان انت غير. عرفتوا يا جماعة؟ لازم تعرف اللغة بتاعت الناس التانية عشان تأمن المكر. انا عدة انه استغلال وزول استغلها. تمام، لكن في النهاية ما هاكل الوجبة دي منه. تمام، ودائما علشان ما تستغل حاول ان انت افهم، اعرف اللغات، اتعلم علشان ما يحصل لك نفس الشيء. تمام، ابقوا بعافية. ولسه في قصص كتيرة بنحكي فيها، وقلت احكي لكم واذكركم بي. انه شكلكم نسيتوا الشكل. اخواني وناسي حبايبي، يلا شاو.